في كل شارع في باب مقفول على سر، وفي كل شقة في مكان محدش يعرف نهايته. في شارع هادي في قلب القاهرة، تحديدا في عمارة رقم 15 الدور الثالث، شقة رقم 9، حصلت جريمة قلبت الدنيا. تعالوا نرجع بالزمن ونسمع القصة من أولها، قصة الدم والخداع والسر اللي مستخبي ورا باب شقة شكله عادي بس جواه جحيم. كان يوم أربع عادي، الجو حر ورطوبة عالية والشارع فاضي إلا صوت البياع اللي بيصرخ من بعيد. الست صباح البوابة لاحظت حاجة غريبة. شقة رقم 9 اللي ساكن فيها الأستاذ كريم الصحفي المشهور، الباب مفتوح على الآخر. صباح اترددت بس فضولها غلبها، قررت تدخل تشوف في ايه. وصلت قدام الباب، نادت: يا أستاذ كريم، يا أستاذ كريم. مفيش رد. دخلت وكل حاجة كانت ساكتة لحد ما شافت منظر هيخليها ما تنساهوش طول عمرها. أستاذ كريم مقتول واقع على الأرض والدم مغرق السجادة. الساعة كانت 8 بالليل والمكان بقي زحمة، والنيابة والمباحث والجيران كله واقف مصدوم. المقدم طارق باسم قصر النيل مسك القضية. بخبرته حس ان القضية مش بسيطة ووراها سر كبير. المعاينة الأولية قالت ان مفيش كسر في الباب، وان الجريمة حصلت ما بين الساعة 5 و7، يعني اللي قتل غالبا من اللي يعرفهم ودخل وخرج بمزاج كريم. لكن مين وليه؟ المقدم طارق بدأ يسأل كل الجيران. الست صباح قالت إنها شافت واحدة غريبة داخلة قبل الجريمة بساعة، لبسها شيك ووشها مش غريب قوي، لكن مش من سكان العمارة. الجارة سامية قالت إنها سمعت صوت خناقة جوه الشقة، لكن ما اهتمتش لأنها متعودة كريم يعلي صوته وهو بيتكلم في التليفون. بس في حاجة غريبة، سامية كمان شافت نفس الست دي قبل كده، كانت جاية أكتر من مرة. المقدم طارق راجع موبايل كريم ولقي رسائل تهديد من رقم مجهول، لكن أهم حاجة كانت رسالة صوتية متسجلة قبل ما يموت ب20 دقيقة. الصوت كان واضح، صوت ست بتقوله: لو نشرت اللي معاك مصيرك هيكون اسود. وده كان المفتاح الأول للغز الكبير. كريم كان صحفي وكان معاه ورق يخص قضية فساد كبيرة عن شركة أدوية بتزور تقارير طبية وبتزور حاجات تانية كتيرة. والست اللي في التسجيل طلعت دكتورة مشهورة ومرات عضو برلمان. كريم كان بيهدد يكشفهم وهي كانت بتحاول تسكته. الدكتورة اتقبض عليها وانهارت في التحقيق، لكن قالت جملة واحدة: أنا ما قتلتوش، دخلت وهديته بس وسبته حي. التحقيق رجع تاني، والصدمة كانت في الكاميرا الخفية اللي كريم حاططها في الصالة. ولما الشرطة رجعت الكاميرا الخفية اللي كريم كان مركبها في صالة شقته، اتكشفت الحقيقة كلها. القاتل مش الدكتورة، القاتل كان يوسف، صديق عمر كريم وزميله في العمل. دخل الشقة بعد ما الدكتورة مشيت. السبب: كريم كان معاه ورق يخص ملف فساد كبير جدا، ولقي ان يوسف متورط معاهم وبيقبض رشاوي علشان يدفن قضايا الرأي العام ويتستر على جرائم شركات كبيرة. كريم واجهه وقال له انه هيكشفه في العدد اللي جاي. يوسف اتوتر جدا، خاف من الفضيحة ومن فقدان شغله وسمعته. في لحظة ضعف يوسف فقد السيطرة، مسك تمثال صغير من على الرف وضرب كريم على دماغه. ضربة واحدة بس كانت كفاية تخلص على صديق عمره، وخرج وساب وراه دم وخيانة ونهاية صادمة لقصة صداقة عمرها 20 سنة. في النهاية، في قضايا كتير القاتل مش هو أول حد تشك فيه، لكن هو آخر حد تتوقعه. وفي كل قصة جريمة الحقيقة ساعات بتستخبى
ورا ابتسامة. الليلة عرفنا إن الحقيقة مش دايما واضحة، وإن أقرب الناس ممكن يكونوا أبعد ما يكونوا عن البراءة. كريم فقد حياته والكل شك في الكل، لكن في النهاية السر انكشف والخيط انفك. بس دايما بعد كل قصة بيظهر سؤال جديد، كان باب حوالينا مفتوح واحنا مش واخدين بالنا. لو القصة شدتك وما قدرتش تقفل الفيديو قبل ما تعرف الحقيقة، يبقى أكيد عندك شغف في الحكايات دي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل قصة أول ما تتفتح صفحتها. أنا الراوي المتوج، وبستناك في قصة جديدة وباب تاني يمكن تكون نهايته أخطر من اللي فاتت.